مساء الخير على كل مشاهدينا. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناة حكاوي مصر. علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن سعي الحكومة المصرية لاستقطاب الشركات العالمية للعمل في مصر، ومنها عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة أبل. وقال عمرو أديب في تعليق ببرنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر أن جلب الاستثمارات الخارجية تحتاج أن تمتلك الدولة المصرية بنية صناعية قوية جذابة للاستثمار. وقال رئيس الوزراء عايز يجيب أبل مصر. طيب لما تجيب أبل وبعدين يقول لك أنا عايز أجيب مستلزمات إنتاج ومش عارف إيه. طيب أبل لما تيجي يبقى لازم يكون عندك بنية أساسية صناعية محترمة. وأوضح حاجات زي دي محتاجة إجراءات مرعبة. الناس دي عشان تيجي مصر انت عندك ليهم تسهيلات في السعودية، عندهم مشروعات بيجيبوها ويدوها 15 سنة معفية من كل حاجة. طب قبل لما تيجي هنا ايه اللي هتقدمه ليها؟ وتابع: الشركات ما بتاكلش تاريخ، الشركات بتاكل واقع وبتبني مستقبل، والواقع والمستقبل بتاعك عامل ازاي؟ التاريخ لطيف وكويس وعظيم، لكن انا مش جاي اعمل سياحة، انا جاي افتح مصنع. عمرو أديب قال لازم اللي هيروح يفاوض ويقنع أبل يكون حد عبقري. وأكمل عمرو أديب: لازم اللي هيروح يفاوض ويقنع أبل يكون حد عبقري وعنده قدرات. هل إحنا عندنا ملف أو شيء نقوله لأبل، ولا هنقول لهم يا جماعة تعالوا مصر عشان الجو حلو والمصريين لطاف والأمن والأمان؟ واسترد قائلا: انت عايز حد يجيب ابل ويقعد معاهم ويعمل لهم برزنتيشن، موظف يكون مرتبه 10 ولا 20 ولا 30 ألف جنيه؟ ولا ينفع. انت محتاج شاب دارس بره وفاهم السوق وأبناء مصر اللي عملوا أشياء عظيمة. انت محتاج دريم تيم. طبعا من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.